النهاردة هحكيلكوا حكاية يمكن تكون تقيلة شوية. أنا مروة، دكتورة تحاليل. حياتي كانت ماشية، شغل الصبح وبالليل أروح تمارين السباحة لولادي، وكان ليا شلة بنات بنقعد سوا ونهرج ونتكلم مع بعض. من كام شهر دخلت علينا بنت جديدة اسمها منور. اتعرفنا عليها بسرعة، كانت طيبة وخفيفة وبتحب الهزار. قالت إنها جاية مع أختها اللي ابنها بيتدرب سباحة مع ولادنا. الغريب إن أختها عمرها ما قعدت معانا، كانت دايما قاعدة لوحدها، ومنار تروح لها دقايق وترجع لينا تاني. ومع الوقت أختها بطلت تيجي خالص، ومنار بقت تقعد معانا لحد ما جوزها يجي ياخدها، وكانت أول ما تشوفه تقوم وتمشي فورا. كل ده كان ماشي عادي لحد اليوم اللي قلب حياتي. كنت بعمل معمل خاص بيا، لكن كنت لسه بجهزه. وانا قاعدة معاهم جالي تليفون من شركة ديكور، كانوا بيعرضوا عليا انهم يصمموا لي الديكور بتاع المعمل. استغربت جدا، انا واخدة المعمل وما كلمتش اي حد اني هبدأ الشغل في المكان. جابوا رقمي منين؟ بحكي لاصحابي واحنا قاعدين، منار قالت لي طب كلمي سامي جوزي، هو مهندس ديكور وهو يعمل لك الديكور بتاع المعمل ومن غير اي تكلفة خالص. اتكسفت وقلت لها لا، بلاش ما تتعبهوش. قالت لي هديله رقمك وهو يتصل بيكي بكرة ويسألك عايزة ايه. بالليل جوزها جه وخدها ومشيت. تاني يوم في المستشفى دخل عليا أستاذ أشرف مدير المشرحة، وقال لي عندنا جثة بقالها 5 أيام، مات في حادثة والطب الشرعي طالب عينة DNA، ممكن تنزلي تاخدي العينة؟ أنا توترت، أنا أصلا بكره أنزل المشرحة، بس الراجل كان بيطلب مني بذوق وبيترجاني، فنزلت. فتحوا التلاجة وطلعوا الجثة، وبشيل الغطا من على وشه ولقيته سامي. سامي جوز منار اللي كان امبارح في النادي وقبلها بيوم وبيجي ياخدها كل يوم. رجعت لورا لحد ما خبطت في الحيطة وقلبي كان هيقف. ازاي الجثة بقالها 5 أيام وهو كان موجود امبارح؟ فجأة تليفوني رن. لما رديت، دكتورة مروة معايا، أنا سامي جوز منار اللي معاكي في النادي. اتجمدت مكاني، أنا شايفاه ميت قدامي وهو بيكلمني. حاولت أهدى وقلت له أهلا وسهلا، كنت عايزة أخلص المكالمة بأي طريقة. قال لي شكلك مشغولة، هكلمك تاني. بس قبل ما أقفل عندي سؤال، وسكت. وبعدين قال بهدوء، أنا عندي وحمة في كتفي ووحمة زيها في بطني، كنت فاكرهم عادي بس كبروا وخوفوني، بص عليهم وقوليلي رأيك. قلبي وقع مني وبصيت على جثة سامي، فعلا وحمة على الكتف ووحمة في بطنه. وقبل ما استوعب سمعته بيقولي الحقي القهوة اللي سايباها على مكتبك، وقعت على المشترك، النار هتمسك في المكتب. ولما قال كده جريت، طلعت لقيت المكتب مولع والناس بتحاول تطفي النار وطفوها أخيرا. اتصلت بيه، رقمه مقفول، كنت مرعوبة. وبعدين سمعنا صوت فرملة جامدة بره المستشفى، جرينا نشوف، لقيت عربية خبطة بنت سايحة في دمها. قربت لقيتها منار، ولما رفعت عيني السواق كان سامي، نفس الشكل نفس الوش. بصلي لحظة وبعدين جري بالعربية، محدش عرف يوقفه. شلنا منار وجرينا بيها على الطوارئ، كانت بتتنفس بالعافية. مسكت ايدي وقالت لي ما تسيبهوش، اوعي يا مروة ما تسيبهوش. وفجأة سكتت وماتت. وقعت من طولي مش فاهمة حاجة، ازاي سامي ميت وازاي كلمني وازاي اللي خبطها هو نفسه. فقت لقيت نفسي برا غرفة الطوارئ، رفعت وشي ولقيت منار واقفة قدامي عند باب الطوارئ، نفس هدومها نفس كل حاجة. قالت لي ما تسيبهوش، اوعي تسيبيه. وجريت واختفت. رجعت الطوارئ، السرير اللي منار كانت عليه فاضي. سألت فين البنت اللي كانت في الحادثة، الناس قالوا توفت.
ونزلناها التلاجة. نزلت المشرحة وأنا مش قادرة أتنفس، بفتح التلاجة وبشيل الغطا. منار موجودة ميتة. وفجأة تليفوني رن. لما رديت صوت منار. ضحكت وقالت لي ايه يا مروة مش جاية التمرين؟ ايه يا مروة مش جاية التمرين النهاردة؟ وسامي كلمك ولا لأ؟ اتجمدت مكاني. قلت لها بصوت بيترعش انتي فين؟ قالت لي فين؟ غريبة، ده انا نايمة قدامك اهو. وبعدها الصوت اختفى والنور قطع. اول ما النور اتقطع انا جريت بره من الخوف وما كنتش مركزة. فضلت مستنية الليل بفارغ الصبر عشان اروح تمارين ولادي واحكي لصحابي اللي حصل من منار وجوزها. واول ما جه الليل رحت لصحابي وبدأت احكي لهم. اتصدمت لما قالولي مستحيل، احنا شفناها امبارح هي وجوزها عادي، اكيد كان متهيألك. بعد ساعة وانا لسه بحكي فجأة لقيت منار داخلة علينا، سلمت على الكل عادي ولسه بتسلم عليا. انا زعقت في وشها انتوا مين وليه بتعملوا كده؟ انتي مش انسانة، انتي شبح. الكل حاول يهديني ومنار قعدت على الكرسي تعيط والناس كلها حوالينها. ولما هديت اقنعوني ان ده مجرد هلاوس مني وان كلامي كان صعب ولازم اعتذر لها. اتكسفت قدامهم ورحت اعتذرت لها. وفجأة سامي جوزها جه ومنار جريت عليه وهي بتعيط وخدها ومشي. بعدها اصحابي قالوا لي لازم اروح بيتها واعتذر لها كويس، يمكن اعصابي تعبانه. اتصلت بيها ردت عليا بزعل وانا فضلت اعتذر لها واقول لها انا اسف، هجيلك بنفسي، انا مش طبيعيه النهارده. ادتني العنوان ورحت. العماره كانت في مصر الجديده. خبطت منار فتحت، شكلها كان هادي وزي القمر. قالت لي اتفضلي يا مروه. دخلت وقعدت في الصالون. بعد شويه سامي جه، راجل محترم وبيتكلم بذوق يخوف. ومن كتر هدوءه حكيت لهم كل اللي حصل واتأسفت لهم. سامي أصر إن لازم أشرب حاجة قبل ما أمشي. دخل ونادى منار وفجأة سمعت صوت خبط وزعيق، حد بيتألم. ناديت محدش بيرد عليا وصوت منار عمال يصرخ. قلبي وقع مني بس دخلت أدور عليهم ملقتش حد. سمعت منار بتقولي تعالي يا مروة أنا في الأوضة تعالي. أول ما دخلت الأوضة النور اتقطع عليا والصوت سكت. فتحت كشاف موبايلي بسرعة لكن مفيش حد ولا في صوت ولا في نفس. وفجأة النور جه ولقيت الشقة فاضية، ولا عفش ولا ستارة، والدنيا مهجورة والحيطان كانت مشققة. جريت بره على الصالة من الخوف. فجأة لقيت تابوتين في نص الصالة، معرفش ايه اللي خلاني ابص عليهم بس لقيت منار متكفنة هي وسامي في كل واحد، وشهم بس اللي كان باين. صرخت وجريت برا الشقة. وانا نازلة على السلالم كل دور كان فيه جثث مرمية على الارض، ناس ميتة وعيونها مفتحة. وصلت الباب العمارة بالعافية ولسه هفتح الباب اتقفل عليا لوحده. بصيت ورايا فجأة لقيت الجثث كلها بتقرب مني والحيطان كلها بتنزل دم. فضلت اصرخ لحد ما وقعت مغمى عليا. فجأة فتحت عيني لقيت نفسي في بيت منار، نايمة على السرير ومنار وسامي واقفين جنبي عاديين خالص. منار قالت لي اهدي يا مروة، انتي فضلتي تصرخي وتجري لحد باب العمارة والجيران كلها نزلوا يشوفوا فيه ايه وبعدين اغمى عليكي. انا كنت مرعوبة وفضلت اعيط واقول لهم انا بيتهيألي حاجات، انا اسفة هقوم امشي. سامي قال لي لا ما ينفعش تمشي وانتي كده، احنا اللي هنوصلك. نزلت معاهم ومنار ماسكة ايدي وبتطبطب عليا وسامي بيفتح باب العربية. فجأة تليفوني رن، كانت سارة صاحبتي بتسألني يا مروة انت فين؟ ما جيتيش التمرين ليه؟ قلت لها كنت عند منار، هحكي لك لما اجي. سارة قالت لي الجملة اللي جمدت قلبي. منار؟ منار ايه؟ منار وسامي معانا هنا في النادي بقالهم ساعتين. ببص عليهم ما لقيتهمش، ببص على العمارة لقيتها بترجع لشكلها المهجور والدم نازل في كل حتة والحيطان عمالة تشقق. ولقيت منار وسامي مربوطين بحبلين ومشنوقين على باب العمارة. صرخت وطلعت أجري. فضلت أجري لحد ما وصلت البيت. من الخوف كنت حاسة إن قلبي هيقف. ارتحت شوية وقلت لازم أنزل النادي عشان أشوف منار فعلا هناك ولا لأ.
ولازم أأكد للكل إنها فعلا مش إنسانة، وفعلا هديت ونزلت ورحت النادي. أول ما دخلت عليهم ما لقيتش منار ولا جوزها. سألتهم هما فين، ردت سارة قالت لي مشوا. قعدت وحكيت لهم اللي حصل لي. ردت عبير عليا بصوت عالي وقالت لي مروة انت أعصابك تعبانة الفترة دي، لازم تروحي لدكتور، انت بيتهيألك حاجات كتير. الست وجوزها كانوا قاعدين أكتر من ساعتين في الوقت اللي انت قلت انك كنت معاهم فيه. ساعتها الكل ما كانش مصدقني. فضلت سرحانة ومش عارفة اثبت لهم ازاي ان في حاجة غلط. لكن المفاجأة ان عبير دخلت الحمام عشان تغير لأولادها، وفجأة لقيناها خارجة بتصرخ وبتجري عليا. مسكت في ايديا وابتدت تحكي لنا وهي بتنهج. كنت في الحمام والحمامات كلها مقفولة. بخبط سمعت صوت منور بتقولي ثواني يا عبير انا خارجة. قلت مين جوه؟ محدش رد عليا. ببص ورايا لقيت منار وقالت لي انا اللي جوه، وضحكت واختفت. فضلت اخبط وفجأة الباب اتفتح وخرجت منار من الحمام وقالت لي اياكي تروحي معاها، فاهمة؟ بصيت لي بغضب ووشها كان مرعب والنور اتقطع. ولما جيت تاني ما لقيتش اي حد، كل كان بيسمع وابتدوا يخافوا. عدى اليوم واحنا بنهدي عبير وقمت روحت. دخلت البيت وانا تعبانة جدا. قعدت على السفرة وببص في الارض، وفجأة رفعت عيني لقيت منار قدامي على السفرة، لكن كان شكلها حزين وبتعيط غير كل مرة. خفت وقمت لكنها اتكلمت وكانت بتعيط. قالت لي أرجوكي اسمعيني بسرعة، مفيش وقت. أنا اللي بقعد معاكوا في النادي، لكن مش أنا اللي كنت بخوفك، مش أنا صدقيني. وبدأت تحكي أنا شفتك من سنتين لما كنت في تدريب الطب الشرعي، جابولك جثتي عشان تشرحيها، وانتي كتبتي تقرير إن الجثة دي فيها حاجة غير طبيعية، لكن محدش صدقك واتريقوا عليكي وزعلتي وما كملتيش في الطب الشرعي. كنت حاسة بيكي وبقلبك الطيب، كنت متأكدة إنك ممكن تساعديني. وبدأت تحكيلي حكايتها. كانت عايشة مع جوزها سامي في العمارة اللي أنا روحتها. ظروفهم كانت صعبة جدا والديون زادت عليهم. أبوها كان شغال في السحر وعنده كتب كتير، وقبل ما يموت قال لها إنه سايب لها كتاب يقدر يخليها تحضر جن قوي يساعدها تبقى غنية، لكن لو فشلت في السيطرة عليه هيأذيها. يأسها خليها تطلع كتب أبوها وتحاول تحضر الجن عشان تساعد سامي ويخرجوا من أزمة الديون. دخلت أوضة النوم وبدأت تقرأ، وللأسف قرأت الجزء الغلط. ظهر مارد ضخم اسمه باصر، وكان غضبان إن أبوها حبسه. من خوفها لبسها وبقت مش عارفة تسيطر على نفسها. نزلت بدون إرادة، مسكت سكينة وخبطت على كل باب في العمارة وذبحت كل السكان، أطفال وكبار، ستات ورجالة. وبعدها طلعت شنقت نفسها في شقتها. لما الحكومة جت باصر لبس سامي وخلاه يعترف إن هو اللي قتل الناس وإن هو اللي شنقها، واتحكم عليه بالإعدام. وفاضله أيام ويتنفذ حكم الإعدام عليه وهو مش بإرادته. وقالت لي دخلت في وسطيكوا علشان أقرب منك وتطمنيلي وأعرف أحكيلك وتساعدي سامي، لكن باصر كان بيسيطر عليا في كل لحظة وبيجي بشكل سامي وياخدني. هو اللي عمل كده يوم ما جيتي البيت عندي. أنا حاولت أخليكي تدخلي أوضة النوم عشان توصلي للكتاب، لكن هو دخل وشتتك، مش قادر يسيطر عليكي عشان انتي بتصلي وإيمانك قوي. أرجوكي ساعدي سامي، سامي اتظلم. لو قدرتي تطلعي العمارة هتلاقي الكتاب في أوضة النوم. الجن ما يقدرش يلمسه، لو لمسه بيتحرق بس يقدر يعطلك. أرجوكي هاتي الكتاب واحرقي باصر، سامي هيفوق ويرجع. أرجوكي ما تسيبهوش. وفجأة اختفت. فضلت أفكر وأنا مرعوبة. قمت الصبح وقررت أسأل شيخ، وفعلا الشيخ قال لي في أرواح مظلومة بتحارب عشان الناس تعرف إنها اتظلمت. قررت أساعدها وطلبت زيارة لسامي. دخلت وقعدت معاه، كان بيتكلم عادي، راجل طيب جدا، لكن وانا ماشية مسك ايدي بقوة وعينيه بقت بيضة والنن اختفى، وقال لي ما تقربيش من العمارة لا اما هتموتي.
شديت ايدي وقعدت اصوت، والحراس جم وشالوه وانا طلعت اجري. بعد ما روحت قعدت يومين افكر، وبعدين قررت هروح اجيب الكتاب مهما حصل. في روحي اتظلمت ولازم اساعدها. رحت للشيخ وطلبت منه يساعدني، وفعلا وافق، بس طلب مني اجهز له حطب ناخده معانا عشان يقدر يسيطر بيه على الجن، لان احنا منعرفش ايه اللي مستنينا هناك. وفعلا جبت الحطب وراح معايا وطلعنا العمارة. كنت ماسكة المصحف في ايدي وهو بيقرأ قرآن. اول ما طلعنا الدور الاول لقينا السلالم مش موجودة. وقفنا مكاننا والشيخ ولع الحطب وبدأ يقرأ. كنت شايفة خيالات بتقرب من النار وصوت عالي وفجأة تختفي. العمارة كانت مليانة أرواح شريرة. أول ما نار الحطب اتطفت السلالم ظهرت. طلعنا بسرعة دخلنا الشقة، وفجأة ظهر راجل طويل وعريض في نص الصالة وقال بصوت مرعب امشوا. الشيخ فضل يقرأ والراجل بيقرب، وفجأة وشه اتشوه وقرب وشه من وشي وقال لي هتموتي، قلتلك ما تجيش. الشيخ وقع على ركبته اتخنق مش قادر يتنفس، والجن مثبت ايده على الشيخ. جريت على اوضه النوم لقيت الكتاب مرمي على الارض، وطيته ومسكته في ايدي، ولما بصيت ورايا لقيته واقف ورايا. قال لي مش هتلحقي. ضحكت وانا ماسكه الكتاب وقلت له انا خلاص لحقت وانت انتهيت. ضربته بالكتاب اتحرق وفضل يعافر وبعدين اختفى. جريت وخدت الشيخ وخرجنا من العمارة بسرعة. وانا خارجة ببص فوق لقيت منار واقفة بتبص لي وعينيها كلها فرحة بتشاور لي وهي بتختفي. بعدها عرفت ان سامي قدر يثبت للمحكمة انه كان في الشغل وقت الجرايم اللي حصلت في العمارة وخرج براءة. ساعتها حسيت ان روح منار فعلا ارتاحت. نزلت بالليل النادي وقعدت احكي لاصحابي اللي حصل وكانوا مرعوبين. ببص العبير لقيت عينيها بقت بيضة والنن فجأة اختفى. وبكده انتهت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة مع حكايات هنوش.